السلام عليكم الاخوات، كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا خدمته بالطرز وتنبات بهذه الطريقه. تبعوا معايا الفيديو اللي غادي ننزل لكم. هذا فقط فيديو توضيحي لهذه الرشمه. تبعوا معايا الفيديو اللي غادي ننزل ان شاء الله، فيه الطريقه كامله كيفاش خدمت هاد الرشمه ان شاء الله باذن الله في الصفحه ديالي فيسبوك. كما كتشوفوا درت ميلونج ما بين الطرز والتنبات. الصراحه كيجي روعه روعه الاخوات. هذه ممكن انك ديريها في جلابه ديال البنيتات الصغار وديريها في جلابه ديال الامهات، يعني دير تلبس بحال بنتها. انا هاد البوكي ديال الورد كما كتشوفوا روعه، وغادي نعاود نخدمها معكم بالطرز الرباطي والطرز البرازيلي ان شاء الله باذن الله. خليو لي اللايكات ديالكم والتعاليق والمتابعه للصفحه ديالي، راه كنزل لكم فيديوهات حصريه على الفيسبوك. فقط مشاهده من نجمه 6، ما تحتاجيش حتى تمشي للقناه ديال اليوتيوب. واللي بغى يشوف الاعمال ديالي في قناه ديال اليوتيوب دخلوا على قناه حنان سعد. راه كندير جميع الصناعه اليدويه، كاين الطرز، تنبات، الراندا، الكروشي. كنخدم الطرز الرباطي البرازيلي التونسي، التنبات بالموزون بالعقيق بالحجر، اي حاجه بغيتوها مرحبا. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ بخير؟ اموركم مزيان؟ مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كما كتشوفوا الرشمه اللي شاركت معكم في الصفحه ديالي فيسبوك، شاركت معكم الصوره ورشمه، قلت لكم خرجوها باش نديروها نطبقوها انا وياكم. مهم انا راني رشمتها في الثوب كيف ما كتشوفوا، رشمتها بيدي، انا ما خرجتها ما والو، رشمتها غير بيدي كما كتشوفوا، ودرتها في مرمى صغيره باش ما تعذبنيش. نتوما درتها غير في مرمى صغيره باش نساليوها في ساعه. غير نشارك معكم الطريقه ديالي. غنديرها معكم بالعقيق المهرس، وإلا بغيتو نخدمها معكم حتى بالطرز نخدموها حتى بالطرز. صافي ندير معكم جوج فيديوهات تعليميه، يعني للناس اللي مهتمين بالتنبات والناس اللي مهتمين بالطرز ان شاء الله باذن الله. كنتمنى تدعموني وما تنساونيش من البارطاج باش كنشوف التحفيز ديالكم، كتحفزوني يعني بالتفاعلات ديالكم بالبارطاج. قد ما تبارطاجا الفيديو قد ما كيطلع لاكبر عدد، قد ما كيدخلوا معنا الناس جداد اللي باغيين يتعلموا. كنتمنى انكم راه ما غادي تخسروا والو الا بارطاجيتو في بزاف ديال الجروبات. بارطاجيو قد ما قدرتوا، واللايكات، تفاعلوا في التعاليق مع بعضياتكم، تعاونوا مع بعضياتكم. اللي بغات شي رشمه نزلوها ليها، اللي تسائلات على شي حاجه وانا ما شفتش الميساج او ما شفتش التعليق، كنتمنى تجاوبوا بعضياتكم وتعاونوا مع بعضياتكم، لان هاد الصفحه درتها على حسابكم، نتعاونوا نتعلموا باش نزيدوا كاملين لقدام ان شاء الله ببعضياتنا. ما تنسونيش من التعاليق الزوينه والمحفزه، ما تنسونيش من اللايكات. اي استشاره واي حاجه بغيتوني نطبقها معكم فقط حطوا لي الصوره ديالها وقولوا لي حنان بغينا هذا الموديل، وانا بالفرحه عليا نخدمه معكم، لان انا هادشي هوايتي، كنبدع فيه وكيعجبني نعطي فيه. كما كتشوفوا راني خدامها غير في طرف ديال الثوب، راه ما عنديش نهائيا لا كوموند فيها لا حتى شي حاجه. باش تعرفوا انا كنلبي لكم الطلب الاخوات اللي باغيين يتعلموا او باغيين يطبقوها في جلابه وما عرفوش ليها. لهذا انا كنحاول انني نخدمها معكم وفي نفس الوقت كلشي يستافد. يلا نبداو على بركه الله باش ما نطولش عليكم، وما تنسونيش من اللايكات والمتابعه. تابعوني في الصفحه ديالي واللايك والبارطاج. يلا نمشيو دابا نثبت التليفون باش نبداو الخدمه. السلام عليكم الاخوات، هانتوما غادي نبداو دابا. خديت هنايا سكوتش، درت الجهه اللي ماشي لاصقه على صبعي، واللي لاصقه خليتها برا لان غادي نلصق فيها العقيق المهرس بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا باش غادي نبدا نخدم ان شاء الله.
هكا خديت اللون اللي غادي نستعمل هو اللي لصقت. هاد الطريقه راه جد سهله وسريعه وكتساعد باش كتخدموا نتوما مرتاحين، ما كيبقاش يتزل عليكم العقيق. كما شفتوا كنهز 3 العقيقات وكنطلع في الوسط وكنرجع عاود كنبعد واحد المسافه، نفس المسافه اللي كنبعد بها هي اللي كنرجع بها. كما كتشوفوا في الفيديو راه الفيديو واضح. صافي كنبقاو كندورو هكا ب3 ديال العقيقات، كنبقاو تابعين الرشمه. ديجا راني وريتكم الطريقه ديال الرشيم اللي كنرشم بها انا. صافي كنبقاو غاديين هكا كندورو على الرشمه كامله حتى كنكملوا هذا اللون، عاد كنمشيو للوان الاخرين. كما شفتوا نفس الطريقه غير بدلنا اللون، درنا العقيق في الموف وكنمشيو ب3 العقيقات. غنبقاو غاديين حتى غنكملوا هادي. صافي كنبقاو غاديين بالطريقه 3 العقيقات وكنبقاو تابعين الخط حتى نكملوه. غنمشيو نكملوا الرشمه كامله ان شاء الله باذن الله. هانتوما معايا الطريقه راه جد سهله، كنبعد واحد المسافه اللي جهد عقيقه ونص. صافي وكنعاودو نرجعو كندخلو في النصف ديال 3 العقيقات الاولى. هانتوما كما كتشوفوا حنا سالينا دابا هنا. غادي نعقد الخيط وغادي نمشي للجهه الاخرى اللي غنخدم فيها هنايا حدا الشعر. صافي بهذا اللون نيت بالموف فونسي غادي نمشي بهذه الطريقه. كما كتشوفوا كنبقى دائما كنخدم فوق داك الرشمه وكنخرج قدام العقيقات في الوسط اللي خدمت. نبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى غنساليو ان شاء الله الرشمه كامله. الطريقه راه سهله بزاف البنات، راه المبتدئات وراه ممكن انهم يطبقوها وتصدق ليهم. البنات راه ساهل، خاصكم ما تبعدوش بزاف وتمشيو تبقاو تخدموا في قد المسافه اللي خدمتوا بها من قبل. صافي هنايا انا كملتها الدوره. غادي نبقى غدا كنتبع على الرشمه كامله بالعقيق هكا، ومن بعد غادي نمشيو نخدموا الوريدات والشعر ان شاء الله باذن الله. هنايا خديت الكولا بيسبالف ولصقت بها دوك الحجيرات المويين صغيورين من بعد ما كملت رشمتها كامله بالعقيق المهرس. خديت هنا الكولا بيسبالف، درتها على لصقت بها الحجرات ودرتها تاني فوق من الحجرات. وغادي غناخد 5 ديال العقيقات مهرسين
رقيق المهرس كناخد 3 غوز بارد وجوج موف، وكنتبت فوق ديك الكولا اللي درت باش كيلصق ليا داك الحجر العقيق عفوا، وما كيبقاش ما كيبقاش يتحرك نهائيا. كنبقاو نديرو عقيقات مرة اللون كتر من لون اخر، يعني هاد المرة درت الموف فونسي فيه جوج والغوص بارد فيه 3، المرة الجاية غادي ندير العكس وغادي هكاك باش كيجي ميلونج ما بين الالوان، كتجي عاطيه واحد النظرة زوينة كما شفتو هنايا. وكنبقى كنثبت بالكولا، ولا بانت لكم الكولا صافي مبقاتش كتلصق بردات زيدو تاني الكولا ولصقو، خاص يجي داك العقيق ثابت فوق داك الحجره ما يكونش كيتحرك نهائيا. صافي كنبقى غاديه هكا. ممكن انكم تخدموهم بلون واحد، ممكن ديروا ميلونج ما بين الوان. بهاد الطريقه نيت راه كنديروا حتى في الطرز الرباطي بالدويدات، يعني بالبريد كديري الكولا وكديري البريده وكتحطيها فوق من ديك الكولا وكتبقى غاديه وكتثبتي بهاد الطريقه. هنايا خديت الحرير في الموف فونسي وجيت كنخدم بهاد الطريقه. كندير دوك العريشات راهم ساهلين بزاف بزاف. كنبقى نطلع في الجنب وكنعاود نرجعها في الوسط باش كنكونها على شكل ورقه. ممكن ديروها بلوينات اخرين، انا هنايا اكتفيت بجوج ديال الالوان، يعني اللون ديال التوب واللون الفونسي صافي باش انه تجيني الالوان متناسقه. كما كتشوفوا راه كتجي زوينه. صافي كنبقاو غاديين بهاد الطريقه حتى كنكمل هاد العريشات وغنمشيو للشعر. انا راني سرعت الفيديو، كنظن راه واضح غير باش ما نطولش عليكم. الاغلبيه ديال الفيديوهات كيكونوا شويه طوالين، الاخوات كيقول لك كطول علينا. اللهم قصير وفيه الاستفاده. صافي كما كتشوفوا كندير الغسل الاولاني داك الوسط وكنبقى غاديه وكنخدم عليه على داك الوسطاني، كنبقى كنخدم عليه. صافي كنبقى نطلع في جناب وفي الوسط في جناب وفي الوسط حتى كتعطيني هاد الرشمه، يعني كتبقاو تهبطوا حتى كتعطيكم هكا. هنا كانوا دوك الحجيرات كيكاليوني ما كنخليونيش ندخل الابره مقاده، لهذا وليت كنبقى ندخل ونخرج الابره بهاد الطريقه. وهاد الطريقه هكا اللي كندير دابا راه ساهله. تمشي ليا صوتي مريض، ضربني البرد. دعوا معايا بالشفاء. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والبارطاج والتعليق، الله يجازيكم بالخير. و التعليقات ديالكم راه كتحفزني باش نزيد لقدام. هنايا كما كتشوفوا خديت هاد الفيليل تبتو باش كيعطيني الطول ديال الشعر. قد كيجي عبار واحد، ما كيجيش قصير اولا جهه قصيره وجهه طويله. صافي كنبقى كنعمر تمايا تحت داك الطريبيش باش من بعد كنقطعوه وكنضفروه، راه كيف ما واضح في الفيديو. في في الفيديو في الاول او في الصورة المصغرة اللي ديجا شاركت معاكم. صافي كنبقى هكا حتى كنكمل الشعر وكنقطع. هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الدرس. كنتمنى ان تستافدوا منه، والى عجبكم دخلوا عندي الصفحه ديالي في الفيسبوك وخليو لي تعليق ديالكم وحطوا لي المشاركه ديالكم ديال الخدمه، نشوف الخدمه كيفاش درتوا ليها. الصفحه ديالي نفس الاسم ديال اليوتيوب هو اللي كاين عندي في الصفحه فيسبوك. حنان ام سعد لخياطه الرعده. صراحه البنات كيجي غزال.